أنا بحكي لكم سالفة وأنا جاي، قلت بتأخر على الرحلة، خلنا نمر عبي بنزين. مرحبا مليون، مرحبا مليون. الشيخ ناصر بن حمد يلا حيه، يا مرحبا. الليلة العرس عرسين، وجودكم وجود هالوجيه، والله يبيض وجيهكم ويرحم والديكم. والله يرجع المصورين كلهم. يا أخوي لا تصورني، خل أخلص كلمة وسري. أقول يا طويل العمر وأنا جاي متأخر على الرحلة، واشغلني نادر بن خير. وينك وينك؟ قلت يا أخوي جاي لاحق على المطار، لاحق الله يرحم والديك، اصبر علي لا أدخل في صبة. ألبق في محطة بنزين وبنزل البقالة إلا فيه شايب عمره 90 ثوبه نظيف ما شاء الله، هدقنا الوجه المنور، ولا الرجال يبكي. مريت من عنده قلت لا ما يبكي، شو بقاله ويبكي وش عنده؟ دخلت شريت حاجتي ورجعت، فجيت عنده قلت يا طويل العمر أنت قاعد تبكي وخير ايش فيك؟ قال ورا ما تنقلع. قلت والله النشبة. قلت ترى أنا جاي والله الوجه الله بساعدك، أنت قد الوالد دبر مرتين، وش موضوعك؟ ليش تبكي؟ فيك شيء؟ ناقصك شيء؟ أوصلك؟ تبي فلوس؟ قال أنت ناصر القصبي؟ قلت لا والله ماني بناصر القصبي، أنا فايز المالكي، بس ترى ناصر زميل. قال لو علمتك بسالفتي ما تضحك؟ قلت قسما بالله ما أضحك، أنت بس قل وابشر بعزك. قال ما تضحك؟ قلت يا أخوي ماني بضحك، قل بسالفتك. قال أبوي طاردني من البيت. يوم قال أبوي طاردني من البيت وتمدد. قلت وين يا أخوي عمرك 90 و50 وطاردك أبوك؟ قال لا تفكرنا عاقين والديكم يا جيل اليوم، أنا نسمع لابانا وذا. قلت طيب ليش طاردك؟ قال أقول رح توكل على الله انقلع لا تكلمني ولا شيء. قلت والله ما تركب معي ووديك للشايب. قال ركبنا، هو دندون صراحة، ركب معي. قال وش السيديات هذه؟ قلت هذه السيديات عباد الجوهر على محمد عبده راشد الماجد. قال يا الخسيس والله أنا شبه بذا الشايب وش أسوي فيها؟ قال ريحة السيارة تتن. قلت واحد راكب معي قبل. قال طيب ما تسمع قرآن كريم؟ ما تسمع أمة الماء؟ قلت لا عندي المحيسن وعندي المطرود وعندي مجموعة قراء، وش تبي بس؟ قال شغلنا عباد الجوهر يمكن الله. قلت عز الله أنك نكبه. المهم خذيته ودخلت على بيتهم. قال هذا بيتنا. قلت والله خلنا ننزل نشوف الشايب أول شيء. طقيت الباب طلع لي شايب عمره 3000 سنة كذا. قلت مساك الله بالخير. قال أنت القصبي؟ قلت يا هذا القصبي اللي وراي في كل حارة. يا أخوي أنا ماني بالقصبي، لكن ترى ولدك الطايش ذا المتهور الدرباوي ذا معي في السيارة. قال وينك؟ قلت شفاه في السيارة والرجال قاعد يبكي وشايب ما شاء الله طاف على 90 وانت طارده. قال خليه يستاهل، يستاهل والله لن شفت لا ثور فيه. تروح على وين انت؟ ايش تدور؟ في افغانستان تدور على كيفك وذا، اصبر شوي. نزلت ذاك جيت انا قلت سامحه تهور طيشان شباب والله العظيم ما اعيدها. هذاك يبكي. جلسنا في المجلس. الحين انا بعرف وش مسوي، اذا ذا عمره 200 وذا عمره 90 ايش مسوين ذولي من ايام الفراعنه. قلت انا ممكن اسالك سؤال؟ قال نعم. قلت هو الطايش ذا المتهور ايش مسوي؟ قال هذا رافع تليفون على مباراة النصر والهلال وجده نايم داخل. الحين انا عارف انكم ما صدقتوني، لكن وش اسوي؟ امر الله عاد.